في تصريح عظيم لكيليان امبابي مر مرور الكرام، بس ما ينفعش يعدي كده. هو مش اول واحد يتكلم في الموضوع ده. فمثلا محمد صلاح ناقش نفس الفكره على هامش تواجده في معرض الشرق الدولي للكتاب. الفكره بدات لما المذيع سال كيليان امبابي، قال له نصيحه للي عاوز يكون زيك. الطبيعي هيقول له يجتهد ويعافر، يتمرن ويشتغل على نفسه. لا، ما قالش كده. ورفض اساسا الاجابه على السؤال، وسال هو المذيع ليه شخص يحلم يكون زي شخص تاني. ما ينفعش من الاساس شخص يحلم يكون شخص اخر. اي شخص عايز ينجح لازم يحلم بانه يبقى عظيم. ما ينفعش يحصر نفسه بيا او بغيري مهما كان اللي حققته. وده نفس اللي قاله محمد صلاح لما سالوه عن ان هل مرموش هو محمد صلاح الثاني. قال لاعب جيد جدا جدا جدا، ولكن لازم يبعد عن فكره المقارنات. لو فضل في المقارنه ده هيبقى دايما تحت ضغط. ليه يتقال ان هو هيحقق اللي محمد صلاح حققه؟ لازم يعيش تجربته هو الشخصيه ويعمل شيء مميز خاص بيه هو، مش بشخص تاني. احمد حلمي في فيلم مطب صناعي قال لعزت ابو عوف، انا كنت بحلم اكون رئيس مجلس اداره، مش بحلم اكون مكانك. خليك عارف انك مش شكل حد ولا شبه حد، انت مميز. لو عاوز تنجح لازم تبقى نفسك وبس.